بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعه يوم جديد. طبعا احنا فوت الفتره اللي فاتت ديت، يعني اعذروني يا جماعه. بقالي كام يوم كده ما نزلتش فيديوهات، طبعا عشان يعني كان عندي شويه تعب كده، بس الحمد لله. يعني الحمد لله بقيت احسن. طبعا النهارده هعمل اكل بقى خفيف كده، يعني لا تقالي بقى ولا مسبك ولا شرب ولا حاجه. يوم خفيف خالص، ويوم كده نواشف يعني. في اواخر رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا هبدا بعد الفيديو ده كده، هنزل لكم الفيديو بتاع البسكوت. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وفي العيد متهنيين. تمام. النهارده بقى هعمل حواوشي. انا معايا كيلو دقيق. معايا بقى المقادير ايه بتاع الكيلو دقيق. معايا باكو خميره، وشويه ملح، وشويه سكر. ومعايا هنا يعني ده حوالي يا جماعه كوبايتين، يعني المكيال اللي معايا ده بياخد كوبايتين حليب. لو انت بقى ما عندكيش حليب، ممكن تحطي علبة زبادي. مش عايزة تحطي حليب ومش عايزة تحطي زبادي، حطي معلقتين او 3 معالق لبن بودر. بس انا عشان عندي الحليب، فبفضل يعني ان انا اخبزه او اعجنه بالحليب. تمام. ده المكيال ده زي ما انا قلت بياخد، يعني اللبانة ديت حوالي كوبايتين حليب. طبعا هعجن الدقيق معايا عجنة عادية جدا، عيش عادي خالص. وما تنسيش برضو تحطي حوالي معلقتين كبار زيت، علشان الزيت يعني بيدوله لمعة كده، وبخلي العجينة بتاعت الحواوشي. عايزينها عجينة دسمة كده، علشان الحواوشي زي ما احنا عارفين لحمة بقى، وبيبقى فيها نسبة دهون وكده. وبصراحة كل ما العجينة بتبقى دسمة أو العجينة مخدومة كويس، بتاخدي أحلى حواوشي. هنا بعجنها بقى بإيدي بالطريقة العادية خالص. لو انت حابة وعندك عجان، اعجنيها في العجان. طبعا يا جماعة انا يا دوبك قادرة اعجن بالعافية. خلاص. طبعا كنت تعبانة زي ما قلت لكم، وبعجن يعني كده ايه، يعني واحدة واحدة واحدة. تمام. هتعجني بقى العجينة معاك لحد ما تبقى عجينة عيش عادية خالص. واول ما العجينة تبقى عجينة طايعة في ايدك كده، وتلم العجينة، تلم العيق، يعني العجين اللي كان في ايدي. خلاص. هو ده العجينة المثالية. هسيبها بقى اغطي عليها وهسيبها تخمر. وهنجهز معانا خلطة الحواوشي. انا معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة. انا معايا زي ما انا قلت لكم، انا عجنت كيلو دقيق، فجايباله نص كيلو لحمة مفرومة. عايزة برضو حابة تزودي الكمية زودي، حابة تقللي ممكن تعملي ربع كيلو وتزودي الخلطة شوية عن كده، على حسب امكانياتك برضو. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة. اهم حاجة بقى، والخطوة دي اضافية من عندي يا جماعة، انا معايا حبة طماطم، وواحدة يعني جزراية صغيرة كده. لو انت مش حابة تضيف الطماطم، او يعني واحدة طماطم والجزراية، فما تضيفوهمش براحتك. يعني ده الاضافة دي من عندي انا. هو طبعا حواوشي اسكندراني، بس باضافات وتكات ومرحية. تمام. الحواوشي الاسكندراني الاصل فيه يا جماعة بيبقى الفلفل والبصل بس. فانا هنا ضفت له زي ما انا قلت واحدة طماطم وجزراية صغيرة. حابة تضيفيهم ضيفيهم، ما تضيفهمش انت حرة. بس بصراحة بيدوا الحواوشي يعني ايه تسكيرة كده وطعم مزازة، يعني ايه بخلوا اللحمة بطعمه اللحمة معايا، وبخلوها فيها طعمها مسكرة كده. تمام. معايا هنا وحدتين بصل كبار، وقرنين فلفل حامي. اهم حاجة يا جماعة الحواوشي يعني فلفل حامي، وقرنين فلفل بارد، وعودين شبت خضرة معايا كده، وحوالي 4 5 فصوص توم. وهفرمهم كويس في الكب. طبعا يعني ايه، يعني مش بخشنهم قوي، بس بخليهم يعني مش مهروسين برضو قوي، بس بخليهم ناعمين. تمام. هحط مكعب مرق واحد برضو، علشان الاضافات اللي انا ضفتها يا جماعة تتطعم معايا. واحط معلقة من خلطة الحواوشي. وبرضو حابة بقى اضيف بهارات لحمة. كل اي منكهات او اي طعم انت بتضيفيه بيزود معاكي لطعم الحواوشي. يعني ايه بزوده حلاوة. حابة تحطي بقى ال7 بهارات. زي ما قلت لك، معلقة خلطة حواوشي، معلقة بهارات لحمة. طبعا شوية كمون، علشان برضو ايه، انا بحب الكمون جدا يا جماعة. وبرضو في فوائد غذائية. وفي نفس الوقت انا بعتمد عليه في التوابل الاساسية بتاعتي. بعد ما عجنت الخلطة كلها مع بعضها واتجنست وعملت انسجة كده معايا، فبقطعهم بقى يا جماعة. يعني بكورهم كور كده علشان ابقى عارفة انا هقطع العيش ازاي او كام تقطيع.
فالخطوة دي على فكرة بتسهل معاكي جدا، يعني بتسهل معايا بدل ما اقعد بقى اعمل واخد حتة وواحد يبقى حشوته كبيرة وواحد حشوته صغيرة، لا، انا قطعت اللحمة معايا، عملتها الكور وشفتهم مثلا عملوا معايا كام كورة، فهقطع العيش على هذا الاساس. طبعا معايا العيش بقى كان خمر، يعني ما خدش وقت في التخمير يا جماعة. انا بالظبط بدأت حوالي الساعة 3:30، يعني عجنت العجين بتاعي وسبته يخمر على ما جهزت الخلطة. كان ما شاء الله عليه، يعني ما خدش معايا حوالي نص ساعة، لان طبعا غطيته ودفيته كويس، وعلشان كده خمر معايا بسرعة. فانا زي ما قلت لكم انا هعمل عدد كور العجين بنفس عدد كور اللحمة اللي انا عملتها. تمام. هغطي عليهم بقى او هسيبهم. انا طبعا هنا الطبلية دهن تحتهم زيت، اهم حاجة علشان ما يلزقوش برضو، وعلشان يبقوا سهلين معايا في الفرد. هحطهم بقى، انا عملت نفس العدد، هدهن بقى الطبلية كده زيت، او تحتهم يعني هدهن زيت زي ما قلت لكم، علشان الزيت بيسرع معايا في الفرد ويخليه يتفرد معايا بسهولة جدا. هنا طبعا هفردها بالنشابة، وهحط اللحمة. انا هعمله يعني اللي هو زي السندوتش كده المقفول، رغيف مقفول كده على نفسه. برضو هعمل بشكل تاني، هعمل اللي هما الطبقتين فوق بعض، بس انا يعني الطريقة دي اسهل، وبتخلي كمان يعني الرغيف معايا، رغيف الحواوشي رقيق كده ومش تخين ومش قلبه مبقاش فيه عجين. هنا يعني هطبقها كده، بتجيب الطرف اللي فوق على الطرف اللي تحت، وبنزل في الحروف بتاعته، بتن الحروف بتاعته كده، بقفل شكل الرغيف بتاعي. خلاص. هفردها بقى علشان برضو اللحمة معايا تتفرد. لو انت بقى جيتي تفرديها كده وحسيتي ان هي منفوخة معاكي او قبة، زي ما انا عملت كده بالشوكة، بديلها كده، بفتحها بالشوكة علشان الهواء اللي جواها يطلع، يعني ايه، بطلع الهواء اللي جواها. خلاص. هعمل برضو يعني شوية كده من الكمية بالطريقة دي. هنا بقى هفرد يعني رغيفين، هعمل برضو رغيفين فوق بعض. بفرد برضو العجينة اللي تحت، بعملها مدورة، وبحط عليها واحدة من العجينة الكورة اللي هي كرة اللحم، وبفردها عليها، وبفرد الطبقة التانية كمان عليها. هنا برضو بعملهم اللي هو الرغيف اللي مقفول على نفسه ده كده يا جماعة. على فكرة الرغيف ده اسهل زي ما قلت لكم، بيبقى رقيق جدا وما بياخدش وقت معايا. بتفردي على طول وتحط الكورة في قلب العجين وبتطبقي عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الاكله دي يا جماعه اكله خفيفه جدا، وفي نفس الوقت يعني ايه، تغيير بقى زي ما قلت لكم بقى، لا خضار بقى ولا صلصه ولا كل يوم رز ولا مكرونات ولا حاجه. بس انا هنا يا جماعه هعمل برضو مكرونه، يعني انا مش هعملها معاكم. مش هعملها معاكم في الفيديو، لان المكرونه الحمراء ما بتاخدش وقت، وانا عملتها معاكم قبل كده. طبعا المكرونه ام صلصه يا جماعه اللي انا بقول عليها المكرونه الحمراء. هنا انا فردت بقى رغيف الحواوشي. خلاص. طبعا اللي هو الرغيف الطويل ده انا هحط عليه حبة البركة. حابة بقى تحط على وشه سمسم، طبعا بعد ما خبزته وفردته، دهنت على وشه كده بالفرشة بزيت، علشان اما احط عليه حبة بركة او احط سمسم، يعني يمسك في قلب على وش الرغيف بتاعي. هنا طبعا حطيته في الصينية، صينية ألمونيا يا جماعة، من اللي هي الصواني بتاع الفرن بقى، ما ينفعش تيفال والحاجات من دي. طبعا الفرن بتاعنا اللي هو الفرن البلدي ما بياخدش اي وقت، هو زي ما قلت لكم عيش عادي، مجرد التحمير او التسويه اللحمه اللي جوه بتستوي. هنا طبعا العيش المدور ده او الحواوشي المدور، انا هحط على وشه كده شويه جبنه ميكس جبن. طبعا مش هكتر، هيبقى زي ايه، اللي هو الحواوشي الوش بيتزا يا جماعه، ده اسمه حواوشي وش بيتزا. خلاص. حط عليه شويه بقى جبنه موتزاريلا ميكس جبن، زي ما تحب، عايزه تعمليه ساده اعمليه. انا حطيت كده كام واحده اخاره اللي هم المدورين، حبيت اميزهم كده واعمل لهم يعني إيه انكههم كده. هنا معايا بقى الاكل بتاعنا خلاص، كنت بقدمه وكان فاضل يعني حاجه على الاذان كده، يعني حوالي 5 دقايق. فحبيت طبعا اعمل معاكم سلطه سلطه الخيار بالزبادي. فهي مش برضو ما بتاخدش وقت، ده انا عملتها وانا واقفه يعني. خيارية كده مسكتها قشرتها وبشرتها بالمبشره، وهنزل عليها بعلبتين زبادي، وانا مقطعه فص توم واحد يا جماعه، فص توم واحد
قطعيه بقى صغير كده، او ممكن تهرسيه بالهراسة. يعني بيديلها بينكه السلطة دي. معايا هنا شوية توابل، يعني حوالي معلقة صغيرة كده او ربع معلقة صغيرة، وهقلبهم في بعض. ما بياخدش اي حاجة خالص. يعني حطيت شوية ملح صغيرين خالص. السلطة دي حلوة يا جماعة جدا، ويعني بتعمل كده ترطيب. يعني الزبادي من الحاجات اللي بترطب كده. وبرضو علشان انا حاطة اللي هو الفلفل الحامي او الفلفل الحراق في الحواوشي، فده هيبرد شوية الحرقان او الحمو بتاع الفلفل. خلاص كده بقى يا جماعة شكل الفطار بتاعنا. عملت طبعا زي ما قلت لكم المكرونه، وعملت بقى طبقين سلطه كده والعصير معايا، عملت عصير مانجا وطبق المخلل بتاعنا. وزي ما قلت لكم عملت سلطه الخيار بالزبادي. خلاص اهو يا جماعه، حطيت بقى شويه خضره كده على الوش. برضو قطعت برضو عيدون خضره كده، قطعتهم على الحواوشي. هنا بقى كنت بفتح كده الرغيف الحواوشي بوريهولكم. يعني الحشو من جوه، والرغيف كان طري جدا يا جماعه. يعني حتى لو ما فيش فيه حواوشي خالص، او ما فيش فيه لحمه، لو عملتيه كده الطريقه بتاعه العجين دي عجنتيه بالدقيق ده، يعني زي طريقه الكماج يا جماعه. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.